كوكو بنات، اليوم غنحضر معاكم غريبة بالسميدة والكوك بواحد المذاق رائع و... وكتجي معلكة ومشقة كما كتشوفوا. كيجي المنظر ديالها رائع وبمقادير مضبوطة. ندوزو لطريقة التحضير. غناخدو 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر، واحد الساشي ديال زهرة البرتقال، وغادي نسموها بقشور البرتقال. ويمكن لكم ديروا قشور الحامض. غنخلطوا داكشي مزيان. غنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال المربى، كاس مع مرش ديال الزيت. غادي نخلطوا داكشي عاوتاني مزيان. غنديروا 4 ديال الكيسان ديال الكوك يكون نوعيه جيده. غنبقاو نخلطوا داك الكوك مزيان هكا حتى كيطلق لينا بحال يطلق لينا داك الزيت ديالو كما كتشوفوا. من بعد غادي نزيد خماره وحده من فئه 8 غرام، وغندير كاس ونص ديال السميده، كاس ديال العنبه، كاس ونص ديال السميده الرقيقه، وحتى هي غنخلطها مزيان كما كتشوفوا حتى كيبقى لنا العجين ديالنا يعني كيتجمع معنا. من بعد غناخذوا سكر كلاصي سبيسيال ضروري وطويصه ديال الماء فيها الماء زهر، طويصه ديال الماء زهر باش نبقاو نفزقوا يدنا تما ونكوروا السميده ديالنا الغريبه ديالنا على هذا الشكل. وكنفندوها مزيان في السكر كلاصي، كنستفوها في المول ديالنا وكندخلوها للفرن. الفرن يكون مسخن ويكون منقص، يعني ما تجهدولوش باش ما تحرقش، حيت راه ما كتاخذش طياب بزاف. كما كتشوفوا كنبركوا عليها شي شويه وعاد كندخلوها للفران. النتيجه قدام عينيكم كتجي مطرطقه، يعني كما كتشوفوا مشقه وكتجي معلكه اللي عزيز عليه التعليكه. الصراحه تستاهل التجربه، والمذاق ديالها كيجي واعر الصراحه بالبرتقال، كتجي المذاق ديالها خطير. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وما تنسونيش بالمشاركه في القناه وجيم. وشكرا.